العلم الجزائري يداس عليه. مقطع من ثواني أثار ضجة داخل الجزائر في مشهد عجيب غريب. كل الأعلام في كل الدول تكون خفاقة وفي القمم إلا في الجزائر حسب فندق قاموا بوضعه على الأرض، بل داسوا عليه في مشهد هز مشاعر ملايين من الجزائريين. نعم، تدخلت وزارة السياحة بشكل سريع وقامت بإغلاق ذلك الفندق وسحب رخصته، لكن تلك الآثار النفسية وذلك الغضب والحزن الذي عم 40 مليون جزائري من يعوضه ويفديه؟ يبقى السؤال المطروح: هل تقوم الجزائر حقيقة حسب وسائل إعلامها وكذلك بقنواتها بتغذية المواطنين الجزائريين بروح الوطنية والفداء، أم تكتفي فقط بالإعلانات والإشهارات؟